صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفونا فيه. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا كتير. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا مع بعضنا هنعمل طريقة عمل المحشي بالبخار. المحشي بالبخار ده يا جماعة لا هنزود مية ولا هنعمل فيه حاجة خالص. احنا بنسيبه على نار هادية لما يطيب ويبقى جميل خالص، وبيطيب ولا بيبقى فيه حاجة طرية ولا اي حاجة. تابعوا معانا الفيديو يا جماعه للاخر وهتعرفوا التفاصيل بالظبط. هنقول لكم بقى ان شاء الله دلوقتي المكونات واحنا بنعمله بالفراخ. في ناس بتعمله بالبط برضو، بس هو بالفراخ بيبقى احلى بكتير. يلا نبدأ مع بعضنا. بسم الله. معانا الكرنبة هنقورها اهيت مع بعضنا، هنعمل واحدة واحدة مع بعضنا. احنا هنا بنشيل الحته اللي فوق ديت عشان نسلقها كلها مره واحده، بنحطها كلها في الحله مره واحده احسن مما نحط ورقه بورقه كده. لا، عشان تفصصها ورقة بورقة بتتقطع، يعني ايه الورق الورق بيتهدر بيتهدر منها. بسرعه. اهو قلبناها هي يا بنات. جبنا حله كبيره فيها ميه بتغلي وحطينا فيها شويه ملح وشويه كمون. الكمون ده يا جماعه عشان الانتفاخات عشان يا جماعه الانتفاخات والناس اللي عندها القولون وكده. وهنا بقى حطينا الكرنبه اهيت. دلوقتي الورق ابتدى ينسلق معانا، وهنشد ورقة ورقة مع بعضنا. ايوه شوفوا تطلع ورقة ورقة اهيت. خدوا بالكم ما تسلقوش الكرنب جامد يا جماعه عشان ما يتهريش ويبقى الصباع مهري منكم. وفي ورق ما بيستحملش، يا دوبك عايز يشم بس النار كده في المية ويطلع على طول. على حسب نوع الكرنب بقى. اهيت ورقة ورقة طلع الورق صحيح اهو، ما فيهوش حاجة. ودي اخر ورق بقى خالص كان في الكرنبة. وهنا دي الصلصه بتاعت المحشي ديت، مقليين بصلايه كبيره بصلتين عشان الكمية يعني وكده. ماشي. وحطينا عليها طماطم مصفينها عليها ولحد ما ونزلنا استوت جامد نزلنا بالتوابل بقى. بالملح والفلفل والكمون ورشة بسيطة شطة. ابتدينا نقلب اهوت مع بعضنا. ايوه لازم الطماطم بتاعت المحشي تكون مستويه جامد وتكون تقيله وحمرة. لازم تبقى حمرة عشان الكرنب يبقى حلو. عشان المحشي يبقى لونه احمر ويبقى لونه حلو كده اهوت يا بنات. ابتدينا نقطع مع بعضنا اهوت الورق بتاع الكرنبة واحدة واحدة اهو مع بعضنا. البنات اللي لسه بتتعلم دي الفيديو ده بصراحة خطوة خطوة هتتعلمي ان شاء الله اللي انت عايزاه كله. انت بتقطعيه كده كله في الاول عشان تسهل عليكي وقت اللف، اللي انت ما تاخديش وقت بقى تقومي واخده القطعه كده وتلفي اللي على طول. اهوت واحدة واحدة بقى مع بعضنا اهو. شوفوا دلوقتي اهي تقطعي حتة صغيرة على قد الصبع. ايوه اهو شوفوا الورق عامل ازاي. الحته الناشفه اللي فوق دي يا جماعه مش هنرميها، ده هنفرشها في القاع بتاع الحله تحت المحشي كده علشان القعر بتاعه ما يسدش ولا يجراله حاجة، يبقى معانا كويس من اول صبع لاخر صبع، ما يترميش منه حاجة ولا يتهدر منه حاجة. اهي هنا اهوت شوفوا بنوريكم احنا بنقطع حته قد ايه. حتة صغيرة وبنبقى نلف كده اهوت. معانا المحشي اهوت، الخلطة بتاعت المحشي شوفوا حمرا وجميلة ازاي. جبنا بقى الرز اللي احنا عايزينه، الكميه اللي احنا عايزينها، ومقطعين شبت شبت وكزبرة، وكزبره كميه كبيره يعني وحطينا حلوه. توم، واهم حاجة في المحشي تحط له توم توم كتير كتير مهروس. علشان يبقى ريحته حلوة ومخلي المحشي حلو. احنا كده معانا فرخة كنا متبلينها اهيت. متبلينها ببصل وطماطم وتوم وتوابل، ومتبلينها بقى من قبلها بشويه، وحطيناها كده في قاع ايوه الحله فرشين بيبقى في فرشين القاع في تحت. القاع جزر، او عندك بقى بتاع اللي هو الشبت. شرايح خضار، اي لا حاجه. وشبت او كرنب من فوق الحتت التخينه اللي احنا وريناها لكم ديت. تحطي بنفرشها فلفل تحت طماطم اي حاجه. عشان يعني ايه الفراخ ما تتحرقش ولا حاجه. وابتدينا نرص مع بعضنا اهو صباع صباع. ده يا جماعه محشي بالفراخ بيستوي من غير ولا نقطه ميه، على البخار كده. على البخار بيطيبه، بيبقى جميل، بيبقى جميل قوي. ولا سمين بقى ولا بتزودوا شوربه ولا حاجه. ولا تقولي عيار مش مظبوط ولا عيار مظبوط ولا اي حاجه، هو بيسوي نفسه بالبخار بتاعه.
جربوه يا جماعه، واللي يجربه ولو عجبه يكتب لنا في التعليقات ويقول لنا رايه فيه ايه. هنا اهوت بنلف صباع بتعملي اللي انت المحشي. عايزاه جنب منك وهو على النار، يعني ما بتشغليش دماغك بيه، بتسيبيه بقى مع نفسه كده. احنا هنا بنحب نلف الصوابع صغيره، منحبش صوابع كبيره عشان كلها تستوي وتكون واحده بنفس واحده السوا. اهيت. وكده اهو يا بنات خلصنا مع بعضنا اللفه اهوت، لف الحله. ايوه. بنجيب بقى ورق الزبده اهوت نغطي الوش بتاعه عشان البخار، مفيش بخار يطلع من الحله خالص، عشان المحشي يستوي يبقى كويس معانا. ولو مش عندك ورق زبده ممكن تجيبي كيس ابيض نضيف وتعمليها برضو عادي، او ورق فويل. او ورق فويل. اهم حاجه البخار ما يطلعش بس من لغاية ما الحله بتاعت البخار المحشي، عشان وتكون البخار هو اللي هيطيب، مفيش ميه ولا في حاجه خالص هتتحط على المحشي. ويكون الغطا بتاع الحله محبك كده احنا اول حاجه حطينا الحله اهوت وعلينا عليها النار، وشويه ساعه ما الحله تسخن والغطا بتاعها تلاقي الغطا سخن، توطي عليه بقى. مم. اهو كده احنا معانا اهوت استوى اهوت. شوفوا البخار عامل ازاي يا جماعه. انت بتسيبيه على النار من مدة 2.5 ل3 3 ساعات ساعات الا ربع او 3 ساعات بيقعد كده. 3 ساعات، بس اهم حاجه يبقى على نار وطي عليه هاديه. خالص. بس يبقى على نار هاديه، وهتلاقي دلوقتي ان شاء الله شوفوا بتلاقي مستوي المحشي ازاي؟ مستوي والفراخ مستويه خالص، بيبقى تبقى جميل. الفراخ متحمرة كمان. ايوه. يعني لا هتطبخي فراخ ولا هتحمريها، كل حاجه بتبقى جاهزه في الحله اللي معانا دي اهوت. هنا اهوت بعد ما استوت ما شاء الله بيبقى ريحتها جميلة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة. انتظرونا.